انا نفسي اعرف لحد امتى الناس هتفضل تعمل كده. في جزء من الناس اللي بيعملوا محتوى، والجزء ده مش صغير خالص على فكره، بيتشهروا عن طريق التعريض او التطبيل، وده طبعا بيدل على ان صانع المحتوى ده بيكون مهمش ومحتواه وحش ومعندوش شخصيه، ودايما بيكون ماشي ورا البهايم اللي بتتابعه. وانت لو واحد من الناس اللي بيطبلوا دول، فانا عايز اعرف انت عايش ليه لحد دلوقتي. ايوه بالظبط كده، قوم دلوقتي ارمي نفسك من الشباك، لان اللي زيك يا ابني مالوش مكان بينا. اللي زيك يا ابني ما ينفعش يعيش وسط الناس اللي بتفهم، الناس اللي بتتفرج على الناس اللي بتحترم عقولها، الناس اللي بتتفرج على حد فعلا بيقدم لهم محتوى ذو قيمه، مش زيك بتتابع واحد عامل لك فيها ان هو بيمثل وبيلبس لك اسدال. تخلينيش اتكلم في الموضوع ده. فما تنساش برضو تعمل لايك وتشترك في القناه عشان نوصل نص مليون في اقرب وقت. يعني حرام تكون بتتابع الناس دي وسايب العظمه اللي انا بقدمها لك دي. واعمل لايك برضو وخش على قناه الواتساب والانستجرام عشان عليهم حاجات مهمه ما ينفعش رايق زيك يفوتوا. بس كده يلا بينا نبدا. طب ناس نعيشها حبيبتي. الموضوع بدأ زي دلوقتي كده تقريبا، بس من السنة اللي فاتت. انا وقتها كنت لسه بادئ اعمل فيديوهات طويلة على يوتيوب بعد لما اتشهرت بقى وبدأت اجيب فيوز والكلام ده. وجات لي فكرة كده وانا قاعد، وهو ان انا ليه ما اتكلمش عن اللي بيعملوا فيديو رياكت في مصر. ولكن كان قصدي هنا الفيديو رياكت بتاع الفين اهلها، او انت ازاي بتعملي كده وانت ازاي بتسوي كده، والنوع الرياكت المقرف اللي انتوا عارفينه ده. وبدأت فعلا ان انا احضر السكريبت بتاع الفيديو، وفي الفيديو ده حطيت فيه شخصيات كتير زي اسلام فوزي، خير يا مليكة كفانا الشر، كفاية اخبار عاجلة، محمد عوف، هكون مخبيها منك يعني ياما، الواد اللي بيعمل رياكت في محل جزم اللي كان بيتريق على ريم مصطفى ده، انت اللي قتلت ابني يا مجدي. بنت لدغه كده اسمها شهد او تنة، ليدو، وفعلا خلصت السكريبت، وكان مفروض ان انا اصور تاني يوم بعد العصر. وقبل ما انام كده وانا قاعد بسكرول في التليفون بالليل كده، وقتها كنت فاتح الفيس وانا مش فاكر ليه لقيت فيديو كده لحمو وهو بيحاول يعمل فيديو رياكت. وحمو هنا كان في موقف بطولي جدا، يعني حمو هنا كان عامل فيديو للناس المكفوفين او الناس اللي نظرها ضعيف ومش قادره تشوف التليفون. ده بيعمل اندومي ده ولا الطاسه سخنه؟ رقصوا يد حدفهم بالفحم. وكان هنا بيشرح لهم كل تفصيلة في الفيديو تحت مسمى ان هو طبعا بيعمل رياكت. فقلت ماشي، حاجة كويسة اهي، احطه في الفيديو بالمرة عشان الفيديو يكون اطول. ولكن انا ما كنتش اعرف انها حاجة مش كويسة. الفانز بتوعه او العبيد بتوعه، لان دول مش فانز، دول اقل ما يقال عنهم ايه اللي انا اوفر اللي انا فيه ده. العيال دي اقل حاجة تتقال عليها انها عبيد. العبيد دول طبعا ما استحملوش ان انا اتكلم عن المهمش بتاعهم اللي هم بيعبدوه وبيقدسوه وبيقدموا له فروض الولاء والطاعة. ادعاك بذمة. وقرروا يستخدموا معايا كل الاساليب الوسخة عشان طبعا امسح الفيديو، او عشان اخاف لا يا ازاي تتكلم عن حمو كده. واستخدموا معايا اساليب كتيرة جدا زي الشتم، السب، القذف، سب الدين، قذف المحصنات، وانتوا اكيد طبعا فاهمين. وده ليه؟ عشان انا بس اتكلمت عن المهمش بتاعه اللي هو بيتفرج عليه. لا انا اسف هو ما بيتفرجش عليه، هو بيعبده. يلا اضغط على الشاشة يا جربوع يا ابن الجربوع، انتوا قاعدين عالة وخلاص، مفيش منكم فايدة ابدا. ولو فعلا اتكلمت على مشهور، الفانز بتوعه بيعبدوه مش بيحبوه، لان هنا في فرق كبير. هتلاقي عندك في الكومنتات نوعية غريبة كده من الحيوانات المنوية، ده بيتكلم عليه عشان الريتش. ايه الريتش عندك ولا ايه؟ هو في ايه يا جماعة؟ وانتوا لازم عشان تتشافوا وتتكلموا عليه؟ ما هو حلو اهو زي القمر. انت يا ابني، انت حبيبي، انت محدش كان يعرفك على فكرة غير لما اتكلمت عن حمو وهاب حبيب الشعب ابو شخة. انا من 60,000 على التيك توك وعشايص نفسي. يعني المتابعين بتوعه تحس ان هم كده بيتفرجوا عليه بمؤخراتهم، اي حاجه هو بيقولها لهم تبقى صح. حمو ما بيكدبش، حمو وهاب عشان نتن. انا اسف. طب انت تعرف انا سبب ان انا مش عايزين يوثقوني ايه؟ والله حمو ايهاب، فاهم؟ مش لازم اخليها محمد ايهاب زي في البطاقه. بجد بس بجد والله العظيم. ايوه فعلا انت صادق جدا وما بتكدبش، ومش عايز تقول ان هم مش عايزين يوثقوك عشان هم مش معتمدينك. لا اوعى تقول كده. ده على اساس ان قيصر مثلا ابن عم يوسف الشريف، على اساس برضو ان عمر شاور وزير العنايه بالشعر، وهو برضو مش عايز يقول لنا ان عبد الله التركي يبقى من عائله الجبنه الرومي. كمل يا اسطى، ما المغيبين بيتفرجوا بمؤخرتهم. ونجيب منين فلوس؟ ده رومي وما حبيتش ليه، ده كناريا.
وانا حكيت اصلا من شويه السبب اللي انا حطيت فيه حمو، ولا عشان الريتش ولا كان هو في دماغي اصلا. والدليل على كلامي ده والناس اللي اتفرجت على الفيديو اول ما نزل ان انا ما كنتش حاطط حمو اساسا في الصوره المصغره بتاعت الفيديو، ولكن بعدها بفتره لما انا قررت ان انا ما اطلعش معايا اي بنت بشعرها، انا كنت حاطط وقتها بنت في الصوره دي، فقررت ان انا اشيلها واحط حمو ايهاب. ده الكلام ده بعدها بعد لما الفيديو طلع واتشاف واتشتمت واتخانقنا والكلام ده. والناس اللي شافت الفيديو اول ما نزل انا متاكد انها فاكره الكلام ده، والله اعلم حمو او غيره اتفرجوا على الفيديو واكيد كانوا مبسوطين جدا، لان مفيش اي سبب يخليك تتفرج على فيديو 12 دقيقه غير وانت مبسوط. وانا اصلا حطيت حمو بعد الدقيقه 12 يعني في اخر الفيديو. يعني انا لو عايز ريتش او عايز اجيب فيو على قفا حمو زي ما المغيبين بيقولوا هحطه في اول الفيديو، لا انا حطيته في اخر الفيديو. ولكن طبعا انت كعبد مخلص لسيدك حمو ايهاب اول لما هتلاقيه طبعا في واحد بيسب هتقول من ده الذي يسب الهتنا؟ هل ستتركوا له يصب آلهتكم؟ بص لي بقى كده، ايوه انت يا فان يا عبد الحمو ايهاب، انت ركز معايا كده. انا كنت عامل فيديو بتكلم فيه عن الفيديو رياكت في مصر، تمام؟ جبت حمو ايهاب وهو بيتريق على حد، يعني حمو عمل نفس اللي انا عملته، سواء بقى انت بتحبني ما بتحبنيش، انت ازاي مش عايزني اتكلم عليه وهو بيتكلم عن الناس؟ يعني بأني منطق انت داخل تدافع عنه من النقطه دي؟ عرفت ان انت عندك ازدواجيه معايير، عرفت ان انت ما بتفهمش، عرفت ان انت عايش في تناقض. لا وايه كمان، انا سمعت ان حمو رامي الفيديو بتاعه في جروبات وداخل يقول للناس اشتموه وبتاع. جبت الكلام ده منين؟ واحد او واحده من فانز حمو ايهاب لما انا اتكلمت معاها بالعقل او اتكلمت معاه بالعقل اقتنع وقال لي فعلا الفيديو بتاعك مرمي في الجروبات ومفروض ان احنا نخش نشتمه، بس ما قاليش ان حمو هو اللي قال، عشان برضو الكلمه اللي تخرج من بقى انا اتحاسب عليها. فكل الكلام ده عشان انت مش قادر تفكر. حمو ايهاب يعمل فيديو رياكت، اتعمل عليه فيديو رياكت، واحد بيتكلم باحترام ما شتمش، الكلام ده عادي كله من اجل المحتوى. احنا كلنا يا حبيبي ادوات ترفيه. بص يا رضا ايوه عليا ايه؟ بص اسمع. وخلاص بعديها الموضوع اتقفل وانا نسيت الموضوع وكملت حياتي عادي جدا ولا يشغلني اي حد. كل اللي شتمني دول انا متاكد ان هم مهمشين، وانا متاكد ان مفيش واحد فيهم بيعرف يضرب. بص مستعد اقسم لكم كده ان مفيش واحد فيهم بلغ. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يا لهوي بتعمل ايه يا اخي؟ والله عيب فعلا. وبعديها انا فكرت في فيديو كان اسمه العفويه في مصر او فيديوهات العفويه او كادرات العفويه. ده كانت فكره الفيديو، يعني الفيديو كان بيتكلم عن العفويه. والاعداد في الفيديو ده اللي هي سناء وقتها واحده عندها بيج ميمز على التيك توك حطت الفيديو بتاع حمو ايهاب، الفيديو اللي هو كان قاعد فيه مع المذيعه وقال لها انا اقدر اضحك الكاميرا دي 5 دقايق واحزنها 5 دقايق. الفيديو جه قدامي، اتريقت عليه بكل احترام، اتريقت على المحتوى اللي بيتقدم مش على الشخص نفسه. يعني لو كنت شلت حمو ايهاب وحطيت حسين ايوب كنت برضه هتريق نفس التريقه دي. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن المحتوى، انا ماليش علاقه بالشخص. والفيديو طبعا نزل وجاب فيوز كبيره جدا، ولكن الحيوانات المنويه طبعا ما عجبهاش ان انا اتكلم عن الاله بتاعها. وبعديها حمو قرر يخرج عن صمته ويرد عليا بفيديو عبيط قوي. بص انت كصانع محتوى انا هحترمك عشان انت عندك متابعين، فاحتراما للمتابعين اللي عندك هرد عليك بكل ادب واحترام. وطبعا هنا في الفيديو ده هو طبعا افحمني بالكلام، وبعديها انا عملت فيديو برد فيه عليه وبسمعه الكلام، ومفروض ان كده الموضوع انتهى. بس لا، بعد لما انا دوست على حمو في الكلام قوي في واحد قرر يتدخل، ولحد هنا الكلام عادي. ولكن اللي مش عادي ان هو قرر يتدخل ولكن من اوضه حمو ايهاب. يعني ده انت لو عايز تقول لي ان مش حمو اللي قايل لك مش هتعمل كده يا اخي. هتموت حد من الضحك باللي انت بتعمله ده، اقسم بالله ممكن تموت حد بجد. انا عن نفسي انا بص انا مت، يعني انا بكلمكم دلوقتي وانا ميت، انا مت من الضحك بسبب اللي انت قلته ده. خلي بالك يا اسطى عشان بص قلوب الناس مش لعبه، انت ممكن تموتني من الضحك دلوقتي وممكن تموت اي حد من الضحك. انت كوميدي بجد. ما تتكلم يا اسطى، تريق يا اخي، فين الافيهات؟ طب يا عم انا مش كوميدي، ورينا انت بقى الكوميديا، فين افيهاتك يا اخي؟ في حاجات كتير ممكن تتريق عليها، اعمل اي حاجه. ده ايه القرف ده؟ طبعا هو فاكر ان هو بالشكل ده جاب حق حبيب الشعب، ما يعرفش ان هو كده بقى معرض، ومعرض كبير قوي، معرض بيتحط فيه كل انواع الكتب. عشان خاطر ربنا كفايه ايمان، واحنا لو كلنا متنا انتوا هتحكموا مين؟ وبعد طبعا لما اهني بالكلام ده، اهني جدا لدرجه ان انا ما عرفتش ارد بس من كتر الضحك. فهل بقى يسكت؟ مستحيل يسكت، ده انا لو كنت ثبت له الدين كان زمانه سكت، ولكن طبعا انا ثبت حبيبه وحبيب الشعب كله، فطبعا ما يقدرش يسكت. فعمل ايه بقى؟ دخل يهددني على الانستجرام. لك ان تتخيلوا يا جدعان، ابو شخ اللي انا اكبر منه ب 11 سنه ده دخل يهددني.
وعلى كلامه طبعا انا كان زماني دلوقتي مخطوف ومضروب ومتعذب ومتهان، بس اهو انا قدامك اهو بعمل الفيديو ده. تعرف انت لو بتشتمني عشان الفيديوهات مش عاجباك والله ما هتكلم، ولكن انت بتشتمني عشان انت ما عندكش شخصيه، انت عبد. بس بجد يعني والله يوسف ده ظريف جدا. يعني انا من مكاني ده، من الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، بناشد يوسف ان هو يجي يعمل معايا فيديو رياكت، عشان قد ايه هو حد جميل ولذيذ، ومن كتر ما هو بيحب حمو وهاب انا حبيته الصراحه. على النعمه هاني وضرب. همسك المايك ده احطه في هشتري له مكنه حلاقه اللي هي ال3 شفرات دي، وهحلق له شعر في خاده شعره ده لو كان عنده شعر اساسا. وبعديها بفترة عملت فيديو انا وتيمون اللي هو طبعا كلكم شفتوه وعجبكم، وفي اخر الفيديو ده كان فيه تقييم لاغلب مشاهير السوشيال ميديا في الوقت اللي احنا فيه ده، وتيمون وقتها كان بيقول رايه ده ان هو ما بيحبش حمو ايهاب. حد عنده اعتراض؟ حد عنده اعتراض في راي الواد؟ لا مفيش حد عنده اعتراض، ده رايه هو. انت مش هتجبر الواد ان هو يحبك بالعافية. ده كلام مين بقى؟ كلامي، كلامك، كلام اي حد بيفهم من الناس دي. لكن المهمشين عبيد حمو ايهاب طبعا لازم تحطه في اعلى ترتيب موجود. ازاي اللي انا بعبده مش موجود في اعلى ترتيب؟ الله، هنكفر بقى ولا ايه؟ وهنا طبعا ابن حبيب الشعب كان عنده رد مختلف على الفيديو. ملحوظه بس يا جدعان، هو غير اسم الاكونت بتاعه لما لقى ان هو ملوش اي لازمه وعمال يتهزق بسببه على الفاضي، وطبعا اغلب اللي كانوا حاضرين القصه فاكرين الموضوع ده. بصوا يا جدعان، انا اجيب لكم عيل بارد تلاجة ما عندوش قبول بجنيه. يا راجل ما انت جبته اهو خلاص، باين على وشك من غير ما تقول اي حاجه. انا هسالك بس سؤال واحد، هل انت عندك مرايه بصيت فيها قبل ما تطلع تقول عليا الكلام ده؟ يعني هل وشك ده بص في مرايه قبل ما يتكلم عليا؟ بص يا شاديه، وانا عارف ان شاديه بتزولك. بص يا شاديه تاني. عرفت منين بقى؟ ايه دليلك على الكلام ده؟ اقسم بالله العظيم ما بتضايقني. عرض يا اسطى، عرض. هو التعريض بفلوس؟ ده انت بتعرض عرضيات احسن من محمد هاني. كل فيديو لازم يعرف له عيطتين. يا بنت صوت. بص يا شاديه احنا مش حلوين. طب ما ترد يا ابني، انت مش قلت لي ان انا هرد عليك؟ رد بقى، عايز اشوف ردك. قعدت تلعب شويه بالمونتاج وخلاص، وعرفت ان انت بتعرف تركب صوت في الخلفيه. تمام عايش، رد بقى. بص بقى يا شاديه، هزرنا نتكلموا بجد بقى. عمك اللي انت عمال تطلع تتكلم عليه كل شويه لما الريتش يقع عندك ده، بقاله كام سنه، مش هقول لك كام شهر، كام سنه ظابط حاله ومش حاطك في دماغه اصلا، ولا شايفك ولا شايف اشكالك. عمي يا سلام، يعني مش عمك انت؟ ايوه انا فعلا انا كنت مسمي الاكونت بتاعي ابن حبيب الشعب. ايوه فعلا حصل. وبعدين بتتكلم في ريتش ازاي معايا انت؟ ده انت الفيديو الوحيد عندك في الصفحه اللي جايب ريتش اللي انت بتتكلم فيه على سيدك، اللي هو شهادي EGN. بتتكلم معايا ازاي انت في ريتش بقى؟ اهو فيديوهات قد كده مع اللي انت بتعبده اهو جايب 2000 فيو والكلام ده. ايه يا اسطى ده؟ انت يا اسطى بتفكر ازاي؟ بتفكر بيها ياض ولا ايه يا؟ هو مش هيرد عليك عشان هو ولا شايفك ولا يعرف ان انت على الابلكيشن اساسا. احنا اللي هنرد عليك عشان احنا اللي زعلانين عليه. ماشي يا شاديه؟ اخلع بقى شاديه. يعني انا اقسم بالله العظيم، انا لو ادوني ورقه وقلم وقالوا لي ارسم واحد معرض، انا هرسم الواد ده بجد. ايدي هتتحرك كده هترسمه لوحدها. والمعلوماتك يا عبد، حمو رد عليا بس عشان انا ما اشوفش الرد عمل لي بلوك، وبعد كده نزل ستوري. على قد ايه بقى هو جامد وانا ما عرفتش ارد بقى. لكن سبحان الله الفيديو جالي ورديت عليه وهزقتك وهزقت يوسف وهزقته وهزقكم كلكم، عشان ما فيش حد يقدر عليا يلا، عشان ما بعبدش غير ربنا. لكن انتوا تحت الرجل، كلنا عندنا وانت ما عندك. وبعد لما خلاص حمو بقى جاب اخره خلاص، اللي هو جد مفيش حاجه عارفه توقفني، قرر ان هو يرمي اخر كارت عنده كده، اللي هو خلاص بقى قرر ان هو يبعت لي المصممين بتوعه. ريهام مراتي. حمو ايهاب ومتابعينه. هم بقى المصممين دول اكتر ناس صعبانين عليا في القصه دي. تعالوا بس نشرح كده التصميم ده بيكون ازاي. مبدئيا انت بتفضل تتفرج على كل الفيديوهات، 90% من فيديوهات الشخص اللي انت بتصمم له انت لازم تكون متفرج عليه. بتنزل الفيديو، بتفكر الفكر، بتمنتج. اي نعم انت اغلبكم ما بيعرفش يمنتج، بس هنحط ان انت بتمنتج. بترفع الفيديو، الناس بتشير، بتتفاعل معاك، وانت ولا مستفيد اي حاجه. ما بتستفدش بنص جنيه. المشهور اللي انت بتصمم له هو اللي بيتشهر، هو اللي الفيوز بتاعته بتزيد، هو اللي بيجيب ارقام. انت ولا حاجه، انت عبد ملوش اي 60 لازمه. حتى لو بقى عندك نص مليون، لو بتنزل كل فيديو بيجيب له 100 مليون، عمر ما الناس هتجري عليك في الشارع وتتصور معاك. الحق يلا، ده المصمم الفشيخ بتاع حمو ايهاب. مفيش الكلام ده، عمر ما ده هيحصل. هتفضل شغال تحته، شغال عنده، شغال كلب ليه. يلا يا جدعان عندنا طلعه هنشتم فلان. للاسف هتعيش وتموت، ما عندكش شخصيه، هتعيش وتموت محدش عارفك. يعني عارف الصفر ده حاجه، لا انت ولا حاجه بقى. شوربه الدفاع بتاعي شوربه. الو، شفتوا
ايه في ايه؟ مصمم من مصممين حمو ايهاب عمل عليك فيديو وبيشتمك. طب ثواني كده. مش ممكن، ازاي يعمل عليا حاجة زي كده؟ لا مش ممكن، مش متخيل ازاي يعمل فيها حاجة زي كده. ازاي يعمل فيها حاجة زي كده؟ انا بجد مش عارف اعيش حياتي. يا ريت يا مصممين تعفوا عني، انا مش قادر اكمل كده. ده الواد المقص ده. انتوا عارفين المصممين دول بيفكروني بايه؟ بيفكروني بواحد مثلا اشتغل 12 ساعه في اليوم بمرتب كويس جدا، وخد المرتب ده حطه في جيب حد تاني. هو انت عمال تشتغل وتمنتج وتفكر وتعمل، وفي الاخر بتدي الشهرة او بتدي تعبك لحد تاني. اعمل حاجه لنفسك، ما تبقاش عبد. وبس كده. متنساش تيجي على الانستجرام، تنضم لقناه الواتساب، تعمل لايك للفيديو لو عجبك، سبسكرايب في القناه عشان عايزين نوصل نص مليون في اقرب وقت. وبس كده. الفيديو ده تعبني جدا، فما تنساش تعمل لايك. انا قلت الكلام ده مرتين بس مش مشكله. وبس كده. كان معاكم شادي EGN. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.